في حكايات كده بنشوفها في المسلسلات ونفتكرها ان هي دراما، زي مسلسل لام شمسية. بس اللي مش بنتوقعه بقى ان نفس الوجع ده عايش في بيوت كتير حوالينا، بس من غير كاميرات ومن غير مونتاج. يعني عمرك سألت نفسك ازاي تصنع من ابنك شخص ما يتكسرش قدام اول خبطة في الحياة؟ الموضوع عمره ما كان بس تربية، في 5 مهارات لو علمتهم لابنك او بنتك وهم صغيرين هتضمن انك بتسلمه للحياة وهو واقف على رجله. تعال نحكي واحدة واحدة. الأب والأم اللي بيبتدوا مع أولادهم بدري بيوفروا عليهم وقت كتير من المعاناة. خد بالك، اللي بتزرعه النهاردة في ابنك ده هو اللي هيحصده بكرة لما يكبر. الطفل لما بيتعلم حاجة بدري مش بس بتساعده إن هو ينجح في الحياة، دي بتبني جواه شخصية يقدر يواجه بيها العالم كله. لو علمت ابنك أو بنتك مهارات حقيقية بتكون نفذت اللي ربنا وصى بيه لما قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. صدق الله العظيم. يعني مش شرط القوة تكون عضلات وسلاح، لا، دي كمان شجاعة، تركيز، قيادة، ثقة في النفس. المهارة الأولى السباحة. بص بقى، الميزة الأساسية فيها إنك بتعلم ابنك فيها الشجاعة. الطفل لما بينزل المية لأول مرة بيخاف، لكن لما بيتعلم ويلاقي نفسه بيكسر الخوف ده بيبني جواه قناعة إن هو يقدر يتغلب على أي حاجة بتخوفه. وهو ده أصل الشجاعة، وهو ده اللي بتعمله السباحة. المهارة التانية الجمباز. ده بقى بيقوي المفاصل ويزود المرونة، عشان كده أي طفل بيلعب جمباز لما بيدخل أي لعبة تانية بيكون سابق بخطوة. المهارة التالتة ركوب الخيل. دي بقى بتعلمه القيادة بدري. تخيل طفل عنده 17-20 كيلو كده بيتحكم في حصان وزنه بيصل لطن. ده بقى درس في الثقة وإنه يواجه حاجة كبيرة من غير خوف. المهارة الرابعة الدفاع عن النفس، ودي بقى نقسمها لنوعين. في رياضات المسك زي الجودو كده، والنوع التاني الضرب زي البوكس والتايكوندو. انا شايف ان انت تبتدي لابنك بالمسك لانه بيديه ثقه وامان اكتر، ومفيهوش خطر الضربات القويه اللي ممكن تخلي الطفل يخاف بدل ما يتقوى. المهاره الخامسه الرمايه، ودي في رايي بقى مهمه جدا في الزمن ده، لانها بتعلمه التركيز، بتعلمه يركز في وسط المشتتات اللي احنا عايشين فيها دي. سيدنا عمر بن الخطاب قال: علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. خلي بالك ترتيب الكلام ده مش صدفه، السباحه للشجاعه، والرمايه للتركيز، وركوب الخيل للقيادة. الخلاصة يعني لو ابنك اتربى على الأنتخة هيطلع بيتعب من أول مطب في الحياة، لكن لو انت ربيته على التحدي هيعرف يمشي في الزحمة وما يتخبطش. انت علمه يبقى راجل قبل ما الدنيا تعلمه، بس بطريقة صعبة شوية. وخليك واعي، اللي ما يعلمش ابنه النهاردة ان هو يواجه هيندموا هما الاتنين سوا بكرة.